السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المعارف والأصدقاء والسادة الحضور. مع هذه المشاهد من هذا الفيديو الجميل والرائع، والذي يقوم ببطولته هؤلاء الأبطال المميزون مثل كورتو دوغان وفيلاد هذا، وكذلك محمود باشا، وعلى رأسهم محمد الفاتح. وهنا يتكلم عن إنجيل برناباس المهم لدى الحاكم محمد الفاتح. وهنا ينظرون إلى بعضهم البعض. لم أرى أن أخوض في حق أحد بعد الآن، ثم وصلت أكثرت التفكير والتفجير. كان جاي طبعا يقول له على ان فلان خاين، وكان الحكام او الحراس اللي جابهم يشهدوا ليه تبعه، وهم رحلهم الوقت من مكان اقامتهم، يعني مش موجودين. انا طبعا بيبص لفلاد وفلاد بيبص له، ومعلوم بانه يعني فاهمين بعض. وكذلك لطفي الرجل المجنون. اخبرنا لنعرف. كورتو دوغان كان يروح لنا باسم الشخص الذي تعرض لاغتيال محمود باشا. طبعا هو دون، فلما لقى انه حضن محمد الفاتح ولم يطمئن له وما زال ينظر اليه نظرات شك واستغراب، وقال له بان الرجل الذي قام بهذا الهجوم هم رسل الذين جاءوا من عند نسيبه، وهذا طبعا كذبا وزورا ولم يحدث، او من عند صهره اللي هو ابو زوجة ابنه بيزيد، اللي هي كانت بتحاول تسمه. ما زال كورتو دوغان ينظر بعين الاستغراب إلى هذا الرجل، وهنا ينظر إلى هذه الصورة، ولكن بشك في هذا الفلاد، وسوف ترى الحقيقة يوما ما، وعندها يكون محمد الفاتح مخدوع من فلاد خديعة كبرى، وهكذا. وهنا يسلم له نصف الأمانات المقدسة، ويستغرب كورتو دوغان كيف جاء هذا الرجل هذا الموقف. وبسرعة في وجود كورتو دوغان ليحكي عنه بأنه هو قاتل محمود باشا، أو قتل الرجل الآخر، ومصيب محمود باشا بالجروح. ما زال هذا الخائن يخدع السلطان
ويحاول هذه المحاولات. ابتعد قليلا يا دغان، ادخله هنا جاء، ألم يذهب هذا للتو؟ إنه فيلاد يعني قال له أنا هروح أجيب الأمانات المقدسة من بنطس وكده. ف محمد الفاتح بيسأل الصدر الأعظم محمود باشا، بيقول له هو راح وجه بسرعة كده ازاي؟ لأن محمد الفاتح رجل ذكي ويحسب كل شيء بدقة، وحساباته تكون صائبة. وهنا يتكلم مع دغان عن الأمر هذا الذي أتى إليه، لكني أعلم أنك حين تسرع إلي سوف تجدني محقا. كان قال له إن كان الشك لم يمت لو رشق عقل كرته، قلت لي بل قلت يا مولاي. على أي حال الحكم لم يكن والله أعلم هذه الفترة يعني سليما. كان القتل والاغتيالات تحدث كثيرا، وخيانات، وأشخاص منافقين وجواسيس، والحكام منقطعون للحكم. وسمعت بأنه لم يقوم حاكم تركي في ذلك الأثناء بالحج. كل هؤلاء لم يتقدم منهم أحد ويحج. فسبحان الله. وهذه المواقف التي تحدث من الاغتيالات وشيء فظيع. ويقال بأن الذي يكتب التاريخ هم المنتصرون، فهل يزورون؟ لماذا لا يكتبون التاريخ كما حدث؟ ولكن المنتصر يعتقد بأن أصبح الكتاب والمطبعة تبعه، وما سيقول سوف يسمع، فربما يتجاوز في بعض النقاط، والله أعلى وأعلم. وعلى أي حال ما زال كورتو دوغان واقفا أمام محمد الفاتح لتتعلق بشأن الشخص الذي تعرض لاغتيال محمود باشا. جئت أعرض عليك مسألة مهمة، وهذه الموضوع. وطبعا عاد خائبا ومعترفا على الرسل بأنه من قاموا بهذه الأفعال، وهكذا. ونرى هنا بأن لم يجب أن نمنع احتمالا كهذا، بينما نحن نحارب بني اسفنديار. قد تنتهز بونطس هذه المعركة وتهجم علينا. ماذا عن باقي الجيش؟ المشاة الأعزاب وربما فرسان روميلي سيكون ذلك كافيا يا مولاي. فهل الخطة التي سنحاصر بها ملك سنفدار جاهزة وقوية؟
قبل أن نكتب في السجلات يجب أن نخوض الفتوحات، أليس كذلك؟ إنما يقصدون بمصلحة الدولة. عظيم، عظيم جدا، ومنها سنعرف نسلنا من بعدنا. منها ستكون معلومات بخصوص مسار الغزو، وهذه السجلات ستحفظ في سجلاتنا. اجعل الكتاب يكتبون السجلات. وهنا وهو بيحكي لكورتودوغان عن شكه في فيلاد واللي حصل وكده. هنا اعترف له لا يمكن الوقوف بعد الآن، لا تقف، ليس كذلك. هذا وقت التفكير في حياتنا نحن، بينما الموضوع يتعلق بحياته. الخونة يحومون بالقرب من سلطاننا. من أراد أن يقدم رأسه يا رجل، لكني لا أقف مانعا أن رأسي ستكون أجمل وهي على جسدي. هذا صحيح. العلم إن وجب فيضحي برأسه في سبيل الحقيقة يا هذا. وما زال الحوار والكلام، ويعترف له بكل النقاط التي حكى للسلطان عنها وبها. وسوف نشهد هذا المشاهد وفي فيديو آخر إن شاء الله. أكمل لكم باقي الحلقة بما أستطيع على فيديوهات كهذه. وكما ترون بأن هذا الفيديو 13 دقيقة أو 14 دقيقة، ونشرت فيديو سابق 10 دقائق من هذه المشاهد الرائعة. والسلام عليكم ورحمة الله.